صباح الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده. كيما راكم تشوفوا الكعكات تاع النجاح ربي يدوم افراحنا ان شاء الله. وكما قلت لكم من قبل راهو النجاح نتاع اختي ان شاء الله العقوبه المزيد من النجاحات والعقوبه نجاحات ولادكم. وكما على بالكم البريود هذه تاع الصيف فيها نجاحات بزاف، ما انا اقترحت عليكم. عندنا 3 كيلات تاع الفرينه، كيلو تاع السمن ذايبه، رشه تاع الملح ونطموها بالمزهر. نروحو مع بعضنا نحطو في الريسيبيون تاعنا 3 كيلات تاع الفرينه تاعنا، نكونوا ديجا غربلناها يا البنات. نزيدو عليها الرشه تاع الملح ونحطو السمن تاعنا هذاك اللي ذوبناه، نبداو نبسسو فيها هكا وندخلو السمن تاعنا مليح في الفرينه تاعنا، ونجيبو المزهر تاعنا ونبداو نطمو. ما تخافوش يا البنات، راح تجيكم شويه رطبه، مي ما تخافوش راهي كي تقعد ترتاح وتشرب هذاك الماء نتاعها باش هكذاك تجي رطبه لاباط تاعنا وما تجيش يابسه. ننصحكم انكم ديروها. جاي النجاحات ان شاء الله تاع ولادكم، ربي يفرحكم بيهم. جاي الباك، جاي المناسبات، تقدروا ثاني تبدلوا الموتيف وديروها للعراس. شوفوا معايا لهنا القوام تاعها كيفاه ولا. نضيفوا اشاك فوا المزهر ونخلطوها مليح حتى نتحصلوا على هذا القوام. نروحوا نخدموا الحشو مع بعضنا. نحتاجوا 3 كيلات، انا درت اللوز، عندنا كيلو غير ربع تاع السكر مغرف السمن، وعندنا كميه تاع مبشور الليمون ونطمو بالمزهر. نحطوا اللوز تاعنا درتو بالكشور يا البنات باش يخليه بيه في هذيك البنه، ورحيتو شويه خشين ماهوش هذاك رقيق. خلاص نديرو الكيلو غير ربع، الكيلو غير تقدروا ديروا غير صبع ولا غير ربع، سا ديبون كل واحد يقول الحلاوه اللي يحبها. ولهنا نزيدو عليها هذيك المبشور تاع الليمون تاعنا، ديروا مبشور حبه كامل باش يمد لنا لوغو. ونضيفوا هذيك السمن باش تخلي الحشو نتاعنا ديما راتب، وما تخليش العجينه تجي راتبه والحشو يكون يابس. هذه استيوس اعتمدوها في الحلويات اللي فيهم هكذا الحشو الداخل. فوالا لهنايا نبداو نطمو في الحشو نتاعنا بالمزهر حتى نتحصلوا على عجينه تكون متماسكه. كملوا هكذا، ما ديروش بزاف مع الاول باش ما يغبنكمش وما يهربلكمش القوام. نتمنى انكم تخليوا لي ارائكم وتابونيو لاشين وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. راح نبارطاجيو مع بعضنا هاد الايامات الافراح النجاحات ان شاء الله. وجاي العيد ثاني، الحلويات تقدروا تستخدموها للعيد. فوالا شوفوا معايا هذاك القوام اللي تحصلنا عليه، نخليوها حتى هي دو كوتي. نروحو نوزنوا العجين تاعنا. انا حبيت الكعبات تاعي ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار، درت العجين 35 ودرت لافارس 17. نتوما اذا حبيتوا تنقصوا تقدروا تنقصوا شويه، واذا حبيتوا تزيدوا تقدروا تزيدوا شويه، لكن ديروا ديما الضعف تاع العجين بالنسبه لافارس تاعنا. فوالا لهنا بعد ما كنت وزنتهم كامل نروح نبدا نشكل الحبات تاعي. لهنا سرعت شويه الفيديو باش ما نسرعكمش بالهضره نتاعي. نحلوها هكذا تكون رقيقه يا البنات، ونشكلوا الحشو نتاعنا على شكل هكا بودان رقيق حتى هو. نحطوه دو كوتي ونلويه هك بهذه الطريقه هذه. فوالا كيما راكم تشوفوا طريقتها بزاف سهله ماهيش صعيبه، تقدر اي وحده ديرها. نروحوا الكوتي نحلوه كيما هكا، والكوتي الثاني نرققوه كي شغل المثلث وندخلوهم هكا في بعضهم. انا حطيتهم في مول تاع السيليكون يزيدوا يديو لي الشكل وهكا يجيوني نفس الاشكال نفس الحجم عفوا. فوالا نزيد نشكل معكم هذه الحبه الثانيه. كيما راكم تشوفوا طريقته جد بسيطه وسهله، جربوه واعطوني رايكم فيه. تقدروا ثاني تتواصلوا معايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك اسمه ملكة الطبخ البيتي، عندي كونت 1 وكونت 2، ولا الكونت تاع الانستغرام تاعي ملكة الطبخ البيتي. فوالا لهنايا نثقبوهم يا البنات. هذه المرحله جد اساسيه باش هكذا ما يتغونفلاوش او ميم طون يخرج الهواء اللي فيهم من الداخل. نحطوهم كيما هكا في مول اللي يدخل للفرن. نكونوا ديجا شعلنا الفرن تاعنا وندخلوهم. فوالا بعد ما طابوا لهنا انا راح نحضر معاكم ونعطيلكم كيفاه خدمت هذوك الديكور تاعي. جبت هذا المول هذا اللي فيه الشكل تاع الدبلوم والشكل تاع التخرج، القبعات التخرج.
هذا تلقاوه عند اللي يبيع الحلويات، وتقدروا تبدلوا الموتيف على حساب المناسبة تاعكم. فوالا شوفوا لهنايا الدبلوم درتو بالابيض ومن بعد ديكوريتو بالدوغي، والقبعة درتها بالاسود على حساب التخرج. فوالا شوفوا راهم جد بسيطة بعجينة السكر. عجينة السكر تقدري تشريها بالالوان، كل وحده واللون تاعها اللي تحتاجيه. انا كيما هنا شريت السوداء وشريت البيضاء، وتقدري ثاني تكون عندك بيضاء وتلونيها كيما حبيتي، هذاك يرجع ليك. فوالا شوفي فاسيلمون تدي الشكل، نقصو بركة كي يكون هكذا زايد. اني ما حبيتش نسرع لكم وما حبيتش نقص المقطع باش هكذا تديو فكرة وتشوفوا كامل، خاصة نهدر على المبتدئات. على بالي راح يجيوني يقولوا لي حتى هذه ما نعرفوش نديروها هكا، مي اني نتحدث على المبتدئات اللي يحبوا يديروا خدمتهم برواحهم. لهنا كنت حضرت الطلية تاعي ديجا من قبل، وراني حضرتها معاكم في وصفة المخبز. كون نخلي لكم الرابط تاع الوصفة في صندوق الوصف هكذا باش تروحوا تديو الوصفة تاعو. ولهنا بديت نديكوري فيه، وتعرفوني انا نخدم بهذه الطريقة هذه باش هكذا ما يديليش بزاف وما نفزتش بزاف. كاين اللي يحبوا يحطوه ويسيحوا عليه، انا العكس ندير كيما هكا باش اللي يسيح لي ما يكونش بزاف. لهنا جبت الملمع الغذائي هذا تاعي وببانسو يكون كبير كيما راكم تشوفوا، ندهنوهم هكذا من الفوق باش يديو هذيك اللمعه الجميله ويمدوا منظر بزاف هايل، سيرتو مع لورغانزا. من بعد كي نحطوهم لهنا نلصقوا الدبلوم تاعنا ونلصقوا مع هذيك القبعه غير بالطليه تاعنا بعد. ولا اللي عندها تيلوز تقدر تستخدموا مع الماء، خي قلت لكم يكون غراء يلصق مليح خلاص. تقدروا تشوفوا الوصفات اللي قبل فيها بزاف افكار تديو منها، افكار تاع اللي لصقوا بيهم، الافكار اللي نخدموا بهم مثلا التلميع اللي نخدموا بهم كيما هذو الديكور، كل واحد وكيفاه. وكيما تقدروا تخدموا هاد الديكورات كفكرة مشروع، تخدموا لي موتيف وتبيعوهم فرات، اي موتيف تحتاجوه نتاع النافس تاع لي بيبي تاع لي بيبغون تاع التخرج تاع العروس والعريس والعروس عفوا. وفوالا كيما راكم تشوفوا كيفاه جا الشكل النهائي نتاعو، جا بزاف هايل وبزاف عجبهم. نتمنى انكم تجربوه وتشاركوني الوصفه تاعكم، وخليوا لي ارائكم في التعليقات. ما تنساوش ديروا ابوني وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد، وتبعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى. وكما قلت لكم راني نخلي لكم الرابط. سلام.